للاسف افهم اسمع يا اخي للبنان حقك. يا مكرد انا افدي قلبك، ابوك كان يراعي بالسعر تمام، وقدك داري السوق هذه الايام قد اللفاتر. اقول لك كل شيء في السيف يتغير، كل حاجه ارتفع، البترول ارتفع، البترول ارتفع، الديزل ارتفع، الغاز ارتفع، الغاز ارتفع، المرتفع، السقاء ارتفع، البذور ارتفع، كل شيء ارتفع، وقرع عمال ارتفعين، السوق خيبه، اخي من الاخير لا توقعش قلبي ولا شيء، عقبك الشجول شليت بالسعر هذا، ما عقبك شتصل بحجام الساقع، قاقش يشل المحصول كله وبالسعر الحلال للسين. ها الله يرحمك يا حق حمود ويبرد عظامك بالجنة. ها يرحم حمود ويبرد عظامه بالجنة ويلهب عظامنا بالدنيا. صح انتم لا تحبون بوسكم، انتم لا تحبون بوسكم، اليوم لاقين ينتبهوا، اليوم اشتغلوا. هيا كيف عقبتك الغرفة؟ ها عجبني الغرفة. تمام عقبتك. بس مو هو اشتي اسوي؟ انت سوي بين اللي جيت ان شاء الله قلبين مرقص، انا اهم شيء نهايه الشهر اللي قال ايدي لك ايجارك اخر الشهر ان شاء الله ولا نقص عليك. يلا الله معك، بكره تفكر المفتاح. الله معك. حياك الله يا شيخ. حياك الله يا مفرد. بيمون اخذي معك. بس قلت المرحوم له 3 أشهر على ما مات، الله يرحمه. كان وقف هذه الغرفة مغدى للفقراء والمساكين ومبيت لعابر السبيل، بس أشوف الأمور قد تغيرت، قلت وش أذكرك لو نسيت. لا ما نسيتوش، بس انتم شكلكم اللي نسيتم وضربتم الفقراء والمساكين كلهم لا فوق ظهر ذي، لما مسكين جلس يحرق منكم ويتكعبد لداخل لما مات وراح له بعد حاله، لكن خلص له نوباش بلا قلة حياة. هي والله ما قليل حياة إلا أنت، أبوك الله يرحمه كان حاسس إنك كبير وما بينك صلاح، وقد أوقف أرضا مغراس وخراجه كله للفقراء والمساكين وماخذ الغرفة هذه، والغرفة هذه مبيت لعابري السبيل وانت قام تأجره. يلا لفقوا هذا الكلام لا هلا بالوصية ولا يقد. يقول لك اقرأ الوصية وانت تعرف وش تعرف منهم الشهود، وش يقول لك يا ابني؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، صدق الله العظيم. مو يقصد هذا الوصية. والله عملت يا ابا ها واقف مالي حتى هو الشيخ شعر الأرض أرضي والمال مالي، قسما بالله ما يعيش الحق والبصيرة بيدي، واللي معه حاجة يثبت. والله خلقنا يحرق الأخضر واليابس. يا مكرد وينك اخرج؟ مكرد يا مكرد يا مكرد اخرج يا مكرد يا مكرد يا مكرد يا تعبك قوم ما من الدور فكرت نعكس على يا مكرد اقول لك على ما تلحق قلب منبحرخ، على ما تلحق قلب منبحرخ ويحرق الدماء اللي جنبه ويحرق المحصول كله. الله اكبر، يحرق الارض يا مكرد. الله اكبر. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم. أما والله إن الظلم شؤم
وما زال المسيء هو الظلوم. أبصرت يا شيخ، أبصرت عيون الحاسدين والحاقدين كيف حشدوا لما حرقوا أرضي. أبصرت يا شيخ. ليش ما تقولش له ظلمك وطمعك هو اللي أرداك للمهالك؟ مو قصدك يا شيخ. أنا قد حذرتوك أكثر من مرة يا مكرد، وقلت لك من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأن ظلمت نفسك يا مكرد. يا شيخ بس اللي حرق أرضي مش أرض المغرز اللي تقول عليها واقف، اللي حرق أرضي. وهذه حكمته، إن اللي حرق أرضك مش أرض المغراس. لو كان أرض المغراس ما كانش يزعل، كنش تقول هم وانزاح، لكن ربي جعل حكمة علشان تتعظ ويكون لك عظة وعبرة، ولعلك تفهم يا مكرد، وإن شاء الله تكون فهمت. أرض المغرز واقف، واللي يتعدى حدود الله يظلم نفسه. خلاص فهمتوا؟ أرض المغرز واقف، أرض المغرز واقف، أرض المغرز واقف. ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم.